بهاي الفترة الطالب يحتاج دعم معنوي أكثر مما يحتاج الأستاذ كأستاذ ينطي مادة علمية. يمكن يقدر يحصل الطالب على المادة العلمية من أي مكان، خاصة بهذا الوقت. أكو يوتيوب وأكو خصوصي وأكو هو يعني الطالب إذا يريد مادة يقدر يحصلها ويحصلها حسب ما هو يريد. يعني هو يقدر يحصل المادة العلمية بالطريقة اللي هو يريدها وبالأسلوب اللي هو يريده وبالشخص اللي هو يريده أصلا. يعني هو يقدر يقيم ويخلي نفسه، يعني يشكل نفسه في منظومة فكرية يريد المادة العلمية بهاي الطريقة ويقدر يحصلها بالالكتروني بالحضوري باي اسلوب اخر. بس يوصل مرحله الطالب خلاص انا ماده علميه موجوده، استاذ حيدر موجود على اليوتيوب، بس انا اريد اسمع من استاذ حيدر غير الماده العلميه. يا جماعه انا تعبان منهك، واصل الى مرحله ما عندي طاقه. شوفون توصلون انتم لهاي النقطه تحديدا يعني. وهاي الصراحة طلاب يعني تحتاجون اللي يلزمكم من ايدكم ويوديكم لبر الأمان. وأنا دائما أوصي إنه الطالب بفترة المراجعة هلا بنفسيته وبما تبقى من طاقة إله. يعني إحنا المفروض هاي الطاقة هيك نظل محتفظين بها، وشوية شوية إحنا نزيدها شيء ويا حتى بس نقول يابا ها ما ظل شيء، بس وصلت ها بس هاي دفعة يلا هاي بعد روح. الطالب بنهايات السادس وتحديدا بعد نصف السنة، شوف الطالب نهايته نصف السنة، أنا عندي هاي قناعة. الطالب نهايته نصف السنة، ورا نصف السنة الطالب مجهد ومنهك وتعبان وما إلى خلق، لأن هو ما يبدي بشهر العاشر أخوان، هو يبدي بشهر السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي و12 وواحد وثاني 9 أشهر. يعني مو أنا لو تخلي لي بشهر 9 أشهر هم ما أتحملها. هسه لو ترجعني طالب سادس وابدي من شهر السادس واصل الشهر الثاني هم اتعب، اقول لك يابا هاك الكتاب وحتى ما اريد كل شيء، اريد ارتاح. فالطالب فما بالك بفتره مثل هاي الفتره العصيبه، هاي الفتره ترى بالمناسبه نفسيه الطالب مهمه. يعني انا دائما اوصي الطلاب بنفسيتهم خلال هاي الفتره. يعني بطريقه او باخرى لا تتاثر بمشاكل المحيط، لا تتاثر بمشاكل عائليه، لا تتاثر لا تحتك لا تحتك يعني لا تحتك باي احد. لان خلي ببالك انه نفسيتك هي تريد تتخربط حتى تشمر الكتاب. يعني شايف انه نوبات الطالب، شايف احنا اكو ميمز هاي يضحك. يعني اذا واحد يعني اذا الطالب اذا ما يريد يقرا يقعد يشخبط بالحائط، فكيف انه انت تحتك بشخص وصار مشكله؟ راسا ذبيت كل شيء وخلاص المشكله اثرت على نفسيتك، مو لان وهي مشكله تلقاها تافهه، ولو كانت هاي المشكله صايره بوقت اخر كان ما تاخذ من عندك ثانيه وتضحك وتمشي، لكن بوقت السادس لو جت هاي المشكله تاخذ من عندك ساعات وممكن ايام وتازم نفسيتك الى فوق ما تتصور، مو لان هي مشكله، وانما انت محتاج نفسيتك تتخربط، لان انت اصلا واصل الى الحافه خلاص. يعني انتم بس قولوا لي هيك بس طخوني انا حتى ابكي او حتى اتعارك او حتى اذب الكتاب، بس ما يخالف ما ظل شيء. انت من وصلت لهاي المرحله هاي بطوله. يعني مو يعني ما ترهم انه بعد لنا شهرين او ثلاثه او احنا نراجع. يعني ما اعرف صراحه، لان انت شو وقت تشوف هاي المحاضره او انا اصلا شو وقت مصورها، لان انا اصور واضم وبعدين انشر. فانت يعني اشوف انه ديروا بالكم على نفسكم بهاي الفتره. يعني لان انا كل يعني انا اشوف الطالب، اشوفه يعني اخ، اشوف الطالبه اخت، اشوفهم ضمن نطاق مسؤوليتي يعني الى اخر لحظه، الى يوم الامتحان. يعني بالمناسبه انا بيوم الامتحان يعني انت ايش قد يمكن عندك تخوف تشوف الاسئله. انا بليله الامتحان يعني بيوم الامتحان من تنزل الاسئله صور واحنا نريد نشوفها، يعني تتصور عندنا ذات الرجفه اللي انت ترجفها من تستلم الاسئله. انا شخصيا اتكلم عن المستوى الشخصي ما له علاقه بغيري، لان انا اعرف انه هاي الاسئله شافها طالب عندي ومدى اعرف شنو رده فعله او مدى رغم اني ما مقصر وياه، بس انا اعرف انا يعني طلابي بهاي اللحظه دي يعيشون مشاعر مستحيل اني اكون هادئ البال والاعصاب. عرفت شلون؟
فكيف من وانت طالب؟ عموما ما اريد اضيع وقت المحاضره، بس يعني اشوفها كنا محتاجين نطلع هاي الخمس دقائق او ربما اقل. وارجع واقول لك انه انا بالنسبه لي دعواتي دائما مستمره لكم، انه رب العالمين ينزل عليكم كل الهدوء والسكينه والطمأنينه والراحه النفسيه بهذا الوقت. انت اذا كنت مرتاحه نفسيا فانتاج اكو، واذا اكو انتاج اكو نتيجه. زين، انا ما يعني ادخلكم مود سلبي، بس هيك وصلت مرحله انه اتمناكم كلكم قدامي هسه قاعدين هيك، الطلاب اللي دا يشوفون، طلاب الكتروني، طلاب يوتيوب، يعني اي طالب هسه دا يشاهد، وطبعا محتاجني، يعني اتمنى هسه اي طالب يقول صدق انا محتاج انه اكون يمك هسه، واتمناه هسه قاعد وانا اقدم له اللي اقدر عليه.